هقولك على سر هتفضلي تدعيلي العمر كله عليه. من بواقي زيت الطعام هتعملي احلى صابون من اللي هو الصابون الابيض العادي بتاع زمان البلدي، بمعنى اصح تركيبة 100%. هتعمليه وهتوفري الكمية دي كلها لبيتك. ما شاء الله تبارك الله، يعني كمية وفيرة. شوفوا الصابون، شوفوا ما شاء الله عامل ازاي، تحفة يا جماعة، تحفة ما شاء الله. الصابونة قد ايه وبياضها ناصع والريحة بتاعتها فل فل فل، يعني مش قادرة اوصف لكم والله على الجمال بتاعها. تنفعك في المواعين، تنفعك في الغسيل، تنفعك في الشرابات بالذات بتاع الاطفال في الشتاء. جميلة جدا 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 وموفرة واقتصادية، بشوية زيت متبقيين عندك بتاع الطعام. وطبعا انا عملته على القناة وحاز على اعجابكم، خشوا على الفيديو اتفرجوا عليه. من الابرة للصاروخ بشوية زيت وشوية بوتاص هتعملي احلى صابون مواعين وصابون غسيل. شوفوا ما شاء الله، شوفوا يا جماعة، سامعين صوته ما شاء الله، مصلب وجميل جدا. ده يا دوبك انا عاملاه الساعة 12 بالليل، احنا دلوقتي في الشتاء الصبح اهو، يا دوبك الساعة 10. شوفوا ما شاء الله عامل ازاي، اتصلب ويتخرط طبعا قبل ما يتماسك ويتصلب بعمايله. بيجي ساعة ساعتين بالكتير في الشتاء دي، في الصيف بتسيبيه 3-4 ساعات. تمام زي الفل يا جماعة، اقتصادي 100%. ابيض بياض ناصع، بيخلي الهدوم البيضة بتاعتك مزهزهة، الشرابات فلة، المواعين شمعة منورة ما شاء الله عليه. خشوا على الصفحة بتاعتي مطبخ ياسمينة الأكلات العصرية، هتشوفوا العمايل بتاعته من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا. ما شاء الله عليه جميل جدا جدا، ما اقدرش استغنى عنه في البيت ولا لحظة. ما شاء الله عليه. شوفوا يا جماعة ما بيجرالوش اي حاجة، وكمان استعماله لما بيرقد معاكي اكتر من كده بيبقى احسن 1000000% في تنظيفه وفي صلابته اكتر كمان، وبيديكي نظافة اكتر واكتر. يعني المفروض بتستعمليه من شهر لشهر وطالع، حتى لو هو لحد دلوقتي كده لسه برضو ما صلبش جامد وفيه طراوة بسيطة، بس برضو النظافة بتاعته تحفة. بس علشان يعني الحفاظ على ايديكي بتعمليه وبتخليه لمدة شهر او شهرين. ده خزين عندي لسه عاملاه ما شاء الله، عندي قد الكمية دي فوق واكتر كمان، شايلاها عندي في كرتونة وحافظاها. بتتهوى الاول وبتنشف، وبعدين بعبيها في كرتونة وبشيلها. بيقعد معاكي سنة وسنة ونص وسنتين كمان ما شاء الله عليه. تحفة تحفة، ما بيحجرش ولا بيغير، وريحته تحفة في البيت. مش هتستغني عنه وهتدعيلي. لايك وشير وكومنت حلو، هنزل لكم بالفيديو التاني. ما تنسوش دعوة في ظهر الغيب لاختكم، بحبكم في الله، مع السلامة.